السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا اللي غادي يكون ثاني فيديو عندي. فهذا الفيديو هذا غادي تكون عن طريق لواحد الموضوع اللي مهم بزاف واللي كنشوفه انا هو اساس ديال كلشي. يعني لما كاينش هذا الشيء هذا اللي غادي نقول في هذا الفيديو فراه بزاف الحوايج ما غاديش يكونوا هما هذوك في حياتك. الموضوع ديال اليوم واللي هو الطريقه ديال التفكير ديالنا كيفاش خاصها تكون. ممكن يجيكم هذا الموضوع هذا اللي هو بسيط ولكن عنده واحد الاهميه كبيره، وماشي شو قلت غير هكاك، حيت بصح عنده اهميه كبيره وفي كاع الحوايج. دابا التفكير شنو هو؟ دابا فاش كنكونوا حنا مثلا في حياتنا العاديه، مثلا ما كاين لا مشكل حتى شي حاجه عاديين، كنكونوا عاديين، نقدروا نكونوا فرحانين ونكونوا كنفكروا مزيان وكلشي هو هذاك. ولكن امتى كيبان بلي خاص تكون عندك تفكير مزيان؟ هو فاش كيكون عندك المشاكل. مثلا فاش كيكون عندك شي مشكل، ولا مثلا عندك شي امتحان ولا شي حاجه اللي مهمه، تماك فين كيكون الضوء باين ديال اهميه التفكير، كيكون واضح وباين. في ديك الوقيته الاغلبيه ديال الناس كيكونوا كيبداو يشكيو، يعني كيدخلوا في واحد الدوامه اللي هي ديال الطاقه السلبيه، يعني كيبداو يفكروا بطريقه سلبيه. وهاد الطريقه السلبيه كما كنقولوا الحاجه اللي كتفكر بها في سلبي هي اللي كتخرج، هي اللي كتكون. فاش كتكون كتفكر في حوايج زوينين كيطراو غير حوايج زوينين. دابا حنا فاش كيكون عندنا واحد المشكل تماك في خاصنا نخدموا على راسنا. دابا كيكون مثلا عندك واحد المشكل، مثلا انا عندي واحد المشكل ولا عندي شي امتحان ولا عندي شي سوتنونس، حيت انا نيت اليوم عندي سوتنونس خرجت بين قوسين. اليوم عندي واحد بريزونطاسيون ديال واحد ديبلوم ديال لافورماتيك اليوم فينيتو. المهم نرجع لموضوعنا. قلت لكم فاش كيكون عندك شي حاجه يا كتبدا تشكي، كتبدا غير كتشكي اللي لقيتي معاه عندي لا وهذا، ولا كتبقى مثلا تقول لا المغرب ما عطاناش، لا المغرب ما فيش، انا بغيت نمشي لبرا. وهذا مزيان، بنادم مزيان يطور من راسو ويمشي لبرا ويدور العالم من حقه، ولكن بلاص انك تبقى تقول لا المغرب ما عطاناش وجالس في الدار وتبكي وتشكي وهذا، اولا مثلا تقول لا فاك ما فيش القرايه، لا فاك ما فيش القرايه وما نمشيش. فهمتي؟ يعني كتفكر كلشي كتفكر فيه خايب، يعني اي حاجه، يعني اي حاجه كانت كتفكر انت بطريقه خايبه. يعني اي حاجه طرات انت عقلك كيمشي على الحوايج الخايبين. لا غير الا مشيت لتماك، لا غير الا بديت هاد الحاجه هادي الطرا لا هكا، لا هذاك راه نواها خايب، مالنا على حالتنا. ودابا المشكله حتى فاش كتكون هكاك راه واخا تلاقى مع الناس ويمشيو معاك في الريتم ديالك، ولكن راه كتخلي بنادم كتطلع ليهم في راسهم، حيت صافي انت اللي شافك عارفك انت راه هي كتفكر غير بطريقه سلبيه، ولا كتفكر غير بطريقه سلبيه خايبه، او لا اللي كتكون عنده عقليه ثابته هو اللي مثلا ما كيقدرش انه مثلا يواجه التحديات. مثلا طرالك انت مشكل ولا انت طرالك مشكل، بلاص انك تخدمي على داك المشكل وتشوفي شنو تقدري تستافدي منه وتطوري من راسك، لا هذاك فيه مشاكل وانا مكلخه وانا حيت بصح كاين الانواع اللي بلاص مثلا انه يهز معنويات لراسو ويقول زعما بيني وبين راسي انا راني قادره ندير زعما شنو الفرق بيني وبين مثلا هذوك اللي وصلوا ولا هذوك اللي وصلوا غير من المغرب، وشنو الفرق بيني وبينهم. كتلقى باللي كيبقاو يقولوا لا راه حنا هكا تزادينا ما يمكنش لنا نطوروا من راسنا، حنا راه مكلخين، حنا راه عمرنا نوصلوا، حنا عمرنا نديروا. انا عمرني ننجح في لافاك، انا الا مشيت عمرني نطفروا، انا القرايه ما عنديش مع انا خايبه، انا كاع ما زوينه. كتلقاهم هذه هي هضرتهم، انا كاع ما زوينه، انا كاع ما دايره. فهمتي؟ يعني كتلقاهم غير كيشكيو غير. المشكله ابا كاع تقولها للناس، حنا نساو دابا الناس، واغا مع راسك انك تبقى تقول ديك الهضره لراسك، راه لو الدماغ ديالنا راه ما كيفرقش بين واش ديك الهضره هضره ايجابيه او ديك الهضره سلبيه. هو ما عارفش، هو ماشي بحالنا حنا غادي يفهم بلي هذيك خايبه وهذه زوينه، لا هو اللي كتقوليها لي كياكدها لي، كيقول لك انت عندك الصح. قلتي لي انا خايبه كيقول لك ايه اختي عندك الصح. قلتي ليه انا عمرني نطفر كيقول لك والله الا بصح لقيتي لي كتبي نقولها لك. هو ما عندوش فرق يميز بيناتهم. داكشي علاش بلاص انا نقول ديك الهضره علاش ما نحاولش نشوف الامور بنظره مختلفه. راه هنا فين كتشوف انت الامور بنظره مختلفه، ولا كتشوفي انت نظره كتشوفي الامور بنظره مختلفه، فراه هنا فين كندخلوا في التفكير الايجابي. راه ما كيعنيش انك كتفكر بطريقه ايجابيه فراه ما غاديش يطراو لك المشاكل،
ما غاديش تعاني، ما غاديش زعما تكون ديما كتنجح. راه ضروري من السقوط، ضروري من الفشل. راه كاع هاد الناس اللي واصلين وكاع هاد الناس اللي دايرين زباله الفلوس، ولا كاع الناس اللي ناجحين في حياتهم ولا في اي مجال، حنا ما كنربطوش النجاح غير بالفلوس. كاين بزاف ديال النجاحات مثلا تلقاه انه وصل لواحد العمر وبصحته، انه مثلا وصل 70 سنه وكتلقاه بصحته. وشفنا نماذج كيديروا معاهم استجوابات كتلقاه وصل 90 سنه وكيقول لك انا خدمت على راسي، يعني التفكير ديالي يكون مزيان، يكون متطور، ما نخرجش على راسي براسي. حيت راه ما كاينش شي واحد كيخرج على الاخر. هو راه الوحيد اللي كيخرج علينا هو راسنا. ما تقولش ديك القضيه، ولا ما تقولش ديك القضيه تاع لا راه فلان وفلانه هما اللي خرجوا عليا. لا، انت اللي سمحتي لهم، ولا انت اللي سمحتي لهم انهم يمرضوك ولا يدخلوا لك في دماغك وهذا. فهمتي؟ قلت لكم فاش كيكون عندنا مشاكل، راه ما كاينش قلت لكم ما يكونش عندنا مشاكل. ضروري من المشاكل، ضروري من الطيح والتنوض، راه ضروري. الا شي حاجه اللي ضروريه في هذه الحياه ما يمكنش تقول لي انا غنوصل وبلا ما نبقى نطيح ونوض. ما يمكنش، شي حاجه اللي امبوسيبل. فاش كطيح ولا مثلا فاش كيطرى لك شي مشكل انت كاع ما كنت متوقعه، ها هو طرى لي المشكل، شنو غنستافد منه؟ شنو هما الحوايج اللي خلاوني انني نطيح؟ يعني بلاصه نبدا نقول تفو لا انا راني اصلا كنت عارفه انا كذا، انا صافي غنموت. انا بالعكس، شوفوا ديما الامور حاولوا تشوفوها بمنظور اخر. ما تكونش بالضروره انك تتبع الناس، يعني كما كيشوفوا الناس ديك الامور تشوف بحالهم، ماشي بالضروره. انت حاول تشوف الامور بنظره زوينه. حاول الا كانت كما كيقولوا الا كانت نقطه كحله، حاول تقلب على ديك النقطه البيضاء وقلبوا عليها وشوفوها، لقيتيها شد فيها. يعني عادي، الانسان راه كيطيح وكينوض، واخا يكون المشكل كيف ما بغى يكون، راه ضروري غادي تعلم شي حاجه. المره الجايه ما غاديش تطيح فيه. فهمتوا؟ يعني المره الجايه ما غاديش تطيح انت كاع في داك المشكل، حيت طحتي فيه المره الجايه، طحتي فيه المره اللي قبل واستفدتي من ديك المره اللي قبل، صافي يعني تعلمتي. يعني ها انت طحتي وها انت تعلمتي. يعني كل ما طحتيش ما كنتيش غادي تتعلم، عمرك غادي تتعلم، ديما غادي تبقى غادي، عمرك غادي تفهم باللي راه الا طحت ها شنو خاصني ندير وها شنو خاصني ندير. بحال هكا ما جبتش مزيان شي امتحان، نمشي نخدم على راسي علاش انا ما جبتش. شنو الفرق بيني وبين الناس اللي كيجيبوا؟ نمشي نخدم على راسي. انا ما كنعرفش هاد الحاجه، نمشي نتعلم، ما هذا نسول الناس، نحاول نقلب على حوايج اللي زوينين نشد فيهم. ما نبقاش هي جالسه ولا اللي كيقول لك المغرب ما فيش الخدامي. سي قلبوا على ستاجات الصيف. الناس اللي كيدوزوا في انهم يتبرونزاو ويولوا زوينين ويتشمشوا وهذا، داك الصيف تمشيو مثلا وتقلبوا على ستاجات، تقلبوا على خدامي. راه ماشي بالضروره انك تخدم انك راه ما عندكش ولا الخدمه مزيان تصوفي راسك، انك ما تسناش والديك يبقاو يعطوك، وكذلك تعرف على ناس اللي هما جداد. يعني مثلا ولا ستاجات فاش كتمشي دوز ستاج فراه كتعلم، كتلاقى مع ناس جداد، يعني تلاقى مع هاد السيد غي يفيدك ولو كلمه واحده غتفيدك، حيت انت غادي تكون حل دماغك ولا انت تكون حل دماغك. غتمشي لافاك غادي تلاقي مع ناس يفيدوك. يعني فين ما مشيتي انفتح على الناس، حاول تقلب على راسك، بحث اي حاجه اللي غادي تزيدك شي حاجه سير ديرها، قلب. المهم تقاتل ديال المعقول، حيتاش الانسان الا بقيتي جالس ولا لو بقيتو جالسين في بلاصتكم وكتسناو انه شي واحد يجي ويدق عليكم ويقول لكم افلانه افرتلان نوض دير ولا نوضي ديري، اولا اختي فكري بحال هكا ولا ديري كي بحال هكا، ما كاين شي واحد اللي غيقولها لك. اللي كاين شي حاجه يخليك بحال هكا. علاه مثلا راه فاش كتمشي مثلا تشكي على شي واحد ولا مثلا كتبقى تعطي ديك الطاقه السلبيه، راه هو اوتوماتيكيا حتى هو كيحس بها، المره الجايه تلقى كاع ما باغي يدوي معاك. فهمتوا؟ يعني علاش لا مثلا نحاولوا نبدلوا، يعني ديما نشوفوا الامور بنظره مختلفه، حاولوا ديما تشوفوا الامور بنظره اللي هي زوينه، ديما قلبوا على ديك النقطه اللي هي غزاله، حاولوا تشدوا فيها، حاولوا ديما تستافدوا. حيتاش في واحد الكتاب، المهم هذه امريكيه استاذه جامعيه في هارفارد، في جامعه هارفارد، خرجت كتاب قالت فيه باللي كاين جوج عقليات، كاين عقليه ثابته وعقليه متطوره. العقليه الثابته هي اللي كيطراو ليها المشاكل وكطراو ليها بزاف ديال الحوايج، ولكن ما كتقدرش تواجههم. يعني هي كطرا لها المشكل كتسخر له، صافي طرا لي انا المشكل ما عندي ما ندير. العقليه المتطوره هي اللي كيطرا لها المشكل وكتمشي تقلب وكتمشي تبحث وكتمشي تطور من راسها باش انها المره الجايه ما تطيحش فيه.
فهمتوا؟ العقليه تاع الثابته هي اللي ديما التفكير ديالها محدود. راه كنتلاقاو مع هاد الناس هادو تكونوا نتوما كتشوفوا ولا تقدروا تكونوا نتوما منهم. هو انك تلقى العقليه التفكير ديالو محدود. ان مثلا كتقول ليه باللي مثلا على سبيل المثال الخدمه مثلا كتقول ليه الا بغيتي تخدم سير خدم على راسك، شد دبلومات، حاول تقرا هادي وهادي، شوف بنادم حاليا شنو محتاج، قلب على ستاجات، عمر السي في ديالك مزيان، ياك قلب بحث على راسك. راه بصح كيكونوا المعارف حنا عارفين باللي كيكونوا المعارف كيدخلوا الناس بالمعارف وهذا، ولكن كما كاين المعارف راه كاين واحد النسبه واخا هي ضئيله، ولكن كاينه نسبه ديال انهم كيدخلوا بالمجهود ديالهم هما. فهمتوا؟ يعني كتقول لك بحال هكا هو كتلقاه لا زعما هو اللي عنده زعما تفكير محدود، عنده داك الشيء لا صافي المغرب بالمعارف انا ما غاديش نقرا، انا بقى كاس في الضحك حتى المغرب من المعارف ويلي انا ما نخدمش، علاش نمشي نخدم حتى راه المغرب بالمعارف على ما بخاكش. فهمتوا؟ بحال هكا كتلقاه كيفكر يعني اي حاجه، وتقدر الناس اللي كيفكروا بطريقه خايبه كتلقى سبحان الله وفي كاع المواضيع كتلقاه هو عنده كلشي نيجاتيفيتي، كلشي سبحان الله، وكلشي في اي مجال، ماشي هي في هذا ولا في هذا، لا في اي حاجه كتلقاها كلشي. نبقى نعطيكم امثله اما طريقه تاع التفكير شي حاجه مهمه في حياتنا والله العظيم. حاجه انا صراحه شفتها من راسي انا، فاش كنت مثلا في السانكيام والسيزيام كان عندي سبحان الله واحد التفكير راه ما يجيش حدايا شي واحد كنت كلشي الامور كنشوفهم زعما من طريقه خايبه، يعني كنت كنشوف الامور بزاف من طريقه خايبه، وكنت انا كان في داك الشكا، وكنت ديما دابا اي حاجه كطرا كنت كنفكر فيها انا بالحوايج خايبين. ولكن ما عرفت كيفاش، يمكن ديك الساعه كنت كنتبع دوك الناس اللي تاع التنميه الذاتيه، يمكن ما عقل صراحه بالضبط، ووليت لا كنت كنقرا كتوبه ديك الساعه في داك الصيف ديال الباك ديال السيزيام الباك. الباك كنت ديك الساعه كنقرا الكتوبه بحال هكا، وكان كل كتاب كيزيدني شي حاجه، كل كتاب كنفهم منه شي حاجه، كل كتاب كيزيدني معلومه اللي كتكون خاصاني، وبديت كنجربهم انا في حياتي. يعني مثلا كطرى لي شي مشكل كنقول خديجه راه طرا هكا والا في خير. يعني اي حاجه كطرى لنا في هذه الحياه هي زوينه، راه اي مشكل كيطرى راه كنستافدوا منه، ما تحككوش اي حاجه مزيان حنا يطراو لنا حوايج خايبين ونستافدوا منهم. ما طراوش لينا مزيان حنا داكشي اللي بغينا، المهم نكونوا كنفكروا بحوايج زوينين. يعني وشوفوا في الغرب وصلوا لينا كتوبه، وصلوا لينا حوايج زوينين واللي هما بحال مثلا كيقول لك الحاجه اللي كتفكر فيها كطرا، واللي هي بحال قانون الجذب. شفنا بزاف كتوبه تاع قانون الجذب، بحال مثلا داك الكتاب ديال السير حتى هو واعر صراحه، انا قريته واعر ديال المعقول. يعني كيقول لك الحاجه اللي كتفكر فيها كطرا، وبصح الحاجه اللي كتفكر فيها هي اللي كطرا. ما يمكنش تفكر في شي حاجه خايبه وطرا العكس، لا، ولا تفكر في زوين وطرا العكس. ممكن في حالات قليله ان تفكر بحاجه زوينه، انك تفكر بطاقه زوينه وفي الاخر يطرى لك العكس، ولكن لا عادي، حيتاش حنا ما طرى ديك الحاجه، ما طرى داك المشكل والا باش يعلمنا. فهمتوا؟ حيت راه ما يمكنش ديما حنا نلقاوها واجده، ضروري ما بنادم يخدم على راسو. وكما قلت لكم الغرب وصلوا لنا فكره ديال انه قانون الجاذب، انه اي حاجه كتفكر فيها كطرى، ولكن حنا اصلا قبل كاين عندنا في الدين ديالنا واللي هي كيقول لك تفاءلوا خيرا تجدوا. يعني اي حاجه كتفكر فيها ولا كتفائل فيها راه كطرى. يعني انا تفائلت باللي غدا، ولا ماشي غدا، مثلا انا اليوم نضت في الصباح بلاصه النوض وانا معنكشه، تفو على نهار انا صبحت على هاد النهار بين الصباح صافي عقلك كيقول لك عندك الصح، اليوم النهار غيدوز على داكشي اللي قلتي. اليوم قلتي خايب، اليوم غتلاقى غير مع الناس خايبين اصلا. يسحبك غتلاقى مع ناس زوينين، والله لا تلاقيتي معاهم ما تلاقاش معاهم نطي. حيت اصلا حنا فاش كنوضو كنكونوا بالطاقه ديالنا كامله، كتكون مثلا 100% الطاقه ديالنا كلها كاينه، ولكن وانت كتدوز نهارك والطاقه ديالك كتبدا تنقص. فهمتوا؟ الطاقه كتبدا تنقص. داكشي باش بلاصه النوض انا معلكشه النوض انا فرحانه. يعني الحمد لله انني نضت اليوم، نضت بعدا نضت حيه. عرفتي شنو هي تنوض حي؟ خاصك هذه بحد ذاتها تحمد عليها الله وتشكره وتحاول تستغل داك النهار اكثر استغلال. يعني كاين الناس اللي بحالك راهم ميتين، كاين الناس اخرين ماتوا
كانوا باغيين هذيك الفرصه انهم ينوضوا غدا داك النهار ويبدلوا فيه بزاف ديال الحوايج. فعلاش انا غادي نوض مع الكشا؟ بالعكس نوض وانا فرحانه وانا فيا واحد الطاقه اللي هي زوينه، وديك الطاقه اللي فيا اوتوماتيكيا كتمشي للناس اللي دايرين بيا، واوتوماتيكيا كتلاقى مع الناس اللي زوينين. فاش كتكون كتفكر مزيان والله العظيم الا كتلاقى غير مع الناس الزوينين. وانا هذه جربتها. الا كنكون بعض المرات غادا في الطريق انا ما كنعرف حتى شي واحد، حتى كنتلاقى واحد راجل كبير مثلا هكا كيشوفك كيقول لك الله يسهل عليك يا بنتي. ولا شحال من مره طرات ليا مع عيالات كبار ما كنعرفها ما كتعرفني ما والو، حتى كتقول لي يا بنتي الله يسهل عليك الله يفتح لك بيبان الخير بحال هكا. وكنقولها مع راسي كنقول شو سبحان الله انا عارفه بلي هادشي هذا ما كيكونش غير مرور الكرام، لا لا كيكون داكشي ناتج على داكشي باش فكرنا. الله فاش غادي يشوفك نطي مع ديك الصبحيه وقلت الحمد لله نضت اليوم نهار زوين، فرصه جديده، ماشي مشكل اللي طرا البارح بقى البارح. حنا شنو نرجعوا للبارح ونبقاو نبكيو على البارح؟ صافي اللي فات مات كما كنقولوا اللي فات مات. ف اليوم نهار زوين نتلاقى مع ناس زوينين. انا اليوم غادي نقرا وندير الحمد لله والشكر لله نصلي صلاتي وهذا الله كيشوف هكاك فراك يلاقيك غير مع ناس زوينين وكيدوز عندك داك النهار واعر. وكما قلت لكم بلي حنا فاش كنفيقوا الصباح كتكون عندنا الطاقه ديالنا 100%، ولكن كتبدا تنقص. وفاش كتبدا تنقص يعني كنوصلوا في الاخر الليل مدقدقين. ديك 100% كتمشي لينا سواء في بنادم كان هذا كنعطوهم كما كنقولوا كيسلبوا منا ديك الطاقه ديالنا حنا. يعني مثلا نتلاقى مع واحد الانسان سلبي انا اوتوماتيكيا يحيد مني شي حاجه، يعني ضروري ما غادي يعاديني. واخا تكون كتفكر بطريقه زوينه الا تلاقيت مع انسان اللي هو نيجاتيف راه ضروري ما غادي تلصق فيك ديك شويه، غتلصق فيك في ديك المده. ولكن الا كنتي ذكي انت غادي ترد البال ولا انت غتردي البال. غتبان لك بنادم غا كتشكي وهذا تحاولي تدوي معاها فهمات تبارك الله مزيان. الا فهمات نحاول نبدل ليها النظره ونعطيها حتى الصراحه انا هذه كنديرها. بل لي بنادم فيه الشكا والبكا كنحاول نوصل ليه فكره هذا كنوريه النظره مختلفه كنجرو يعني كنقول ليه اش تشوف هذه الحاجه ماشي من المنظور هذا، شوفها بهذا المنظور هذا، علاش ما شتيهاش من هنا. مشي معايا في نفس الريتم اللي انا باغا، فهمني كنكمل معاه. والله الا كنكمل معاه ما فهمنيش بان لي بنادم شاد في الفكره ديالها ها ملصقه في دماغه وصافي ما عندك ما تزعزعي منه. عندك الصح بصح ما كانش في خباري مزيان. وكتكون هذيك اخر مره كندوي معاه كنشوفو السلام وكنقلب الطريق. ماشي حتىش ما حاملاش ولكن ديك الطاقه اتلصق فيا وانا ما باغاش. انا باغا نكون تفكيري زوين، تكون عقليتي زوينه. حيتاش الا كانت عقليتي زوينه غادي ندير بزاف د الحوايج. اما الا كنت عقليتي خايبه فراه ما غندير حتى شي وزه، غادي نبقى ديما نبكي وداكشي كيأثر ابا انه يأثر على حياتنا ولا هذا. اول حاجه كيأثر فيها هو راسك وصحتك. واش السؤال اللي بغيت نسولكم واش بغيتوا انك توصلوا مثلا واحد 60 سنه هادشي بعدا لها وصلتوا ليها 60 سنه ولكن نقولوا حنا ان شاء الله وصلتي ليها ولا وصلتوا لها وتلقى صحتك مزيانه وتلقى ناس دايرين بك زوينين وتكون انت هو ديك الشمعه ولا انت هي ديك الشمعه اللي في ديك العائله. يعني فيما كاين انت واحد المشكل يجيو عندك يستافدوا منك وعارفين بلي داك الانسان عامر طاقه زوينه، عامر حيويه، عامر عقليه زوينه وتفكير زوين وصحتك زوينه. او لا تكون واصل لديك اصلا ما غادي توصل. حيت اصلا انت فاش تكون كتفكر ولا انت فاش تكوني كتفكري بعقليه خايبه ما غادي توصلي ل 60 الثلاثينات وشوفي تلقاي في راسك كاع الامراض ولا سميتو ولا هذا. فالتفكير ديالنا مهم. وشوفوا واخا تلاقاو مع الناس اللي ممكن يأيدوكم في داك التفكير ديالكم ويقول لك تلاقى معاه يقول لك تقول ليه المغرب ما عطاناش يقول لك بصح المغرب ما عطاناش هذا ولكن غتضرب الدوره غتحس بيتنهد يقول حيتاش حس بداك الضغط وصلوا حتى هو. وهكاك بنادم كتعطي واحد الصوره اللي هي خايبه، بنادم كيولي يشوفك كتبان ليه ما عرفت كي غنقول لكم كتبان. نتوما حاولوا تجربوها سواء كتفكر مزيان ولا لا. حاول تجربوها انك تلاقيتي مع انسان، حاولوا ما تبقاوش تلاقاو مع الناس هتلاقاو باش الناس. حاولوا فاش يكون كيدوي داك الشخص الاخر حاول تدور دماغك
وفهم الهضره اللي كيخرج. اي بان لك كاينين جوج انواع، كاينين الناس اللي كيدوي زوين، غتحس براسك انت وليتي باغيهم يبقاو معك، وتشوف ناس بلي كيفكروا خايب تبغيهم يبعدوا عليك. غتحس بلي فاش كتكون مع داك الناس الخايبين ولا العقليات الخايبين وهذا، كتحس بلي عقليتك ولا كتحس بلي ماشي هو هذاك. المهم هذا ما كنتمنى تكونوا استفدتوا، حاولت نوصلها لكم بطريقه اللي هي بسيطه وزوينه، وكنتمنى بصح تخدموا على راسكم. كاينين كتب اللي تقدروا تقراوهم. صداع السلميه والنعناع. المهم كما قلت لكم هذا ما كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا، ونكون ولو فهمتوا شويه من داكشي اللي قلت لكم. وكما كنقول لكم حاولوا تخدموا على راسكم، حاولوا تقراو كتوبه. عندك شوف الا عندكم مشكل ما كيعنيش انه صافي، بالعكس عندك شي حاجه حاول تقلب. كاين يوتيوب، كاينين دكاتره دخلوا استفدوا منهم، ولا انك تضيع وقتك مع ناس اللي هما خايبين. حاول تضيع وقتك وانت كتطور في راسك. انك تلاقى مع ناس خايبين هذاك انت اللي كتكون السبب ديالو، حيت انت اللي دخلتيهم حياتك. اما لك انت كتلاقى مع ناس زوينين فراه حتى هذيك انت اللي حاجه زوينه انك تدخلهم حياتك. يعني حنا نكونوا نديروا واحد البارير سميتو لراسنا، انه ما ندخلوش ايها الناس، لا ندخلوا غير الناس اللي كيزيدونا شي حاجه، وندخلوا غير الناس اللي كنستافدوا منهم، وندخلوا غير الناس اللي كيعطونا طاقه، ولو يعطونا غير شويه ديال الطاقه اللي هي زوينه. اما انا باش ندخل انسان اللي هو حزين وكئيب وفيه شكا والبكا، ما عندي ما ندير به، حيت ممكن تبدلو الا تبدل مزيان، ولكن باش انك انت تولي انت بحالو فراه كتخرج على صحتك. وكما كنقول لكم، وكما انا هاد الحاجه دي كنحاول نطبقها 100% في حياتي، واللي هي انكم تحاولوا تشوفوا الحياه بمنظور اخر. الناس كلهم كيشوفوها بهذا المنظور، نتوما شوفوها بهذا المنظور هذا. يعني ماشي بالضروره اننا نتبعوا القاطع، خاصنا نشوفوا حنا طريقنا، نشوفوا حنا اللي مسلكنا، ماشي انه واحد الحاجه كانوا كيدوها كاع الناس نديروها حتى حنا. نحاولوا نفكروا، حيت الله ميزنا بالعقل ماشي بحال الحيوان. الله ميزنا بالعقل باش اننا نفكروا ونخمموا ونحللوا ونطوروا من راسنا. فهذا ما كان، وكنتمنى تكونوا استفدتوا معايا، ونكون ولو فتكم شويه، ونكون وصلت لكم الافكار بطريقه اللي هي زوينه وسلسه. وهذا صافي، هذا ما كان. ان شاء الله في فيديو جاي نطرقوا الموضوع اللي كنت هو زوين ومهم في حياتنا.